بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهادين المهتدين. نبدأ أولا بالجواب عما يسر الله من الأسئلة، لأن استغراق هذا كله سيستغرق الحصة كلها، ولذلك نجيب عما يسر الله ثم نعود إلى درس العقائد، ويبقى الباقي إن شاء الله إلى حصة المقبلة إذا شاء الله، حسب هذا الترتيب الذي وضعت الأوراق فيه بين يدي وما جاء مؤخرا وضعته مؤخرا. قال السائل: ما حكم السلف الصالح من الصوفية والتصوف؟ أولا لا بد من بيان أن هنالك مشكلة تتعلق بالمصطلح، مصطلح الصوفية، ذلك أن هذا اللفظ عند كثير من العلماء يريدون به أهل الطرق البدعية، ويريدون به الذين تفلسفوا في أعمال التدين، تفلسفوا وخلطوا العقيدة الإسلامية بعقيدة الحلول أو بعقيدة وحدة الوجود أو بغير ذلك من المعاني. فإذا كان المراد بهذا هو هذا فقطعا هذا ليس من الإسلام في شيء، لكن قد يراد بهذا الاصطلاح عند بعض العلماء، عند بعضهم قد يراد به معنى الزهد السني الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعون من بعده. فإذا كان ذلك كذلك فذلك هو الإسلام، ولا مشاحة آنئذ في الاصطلاح. إن كاين بزاف ديال الناس غير ذكر له الصوفية كيشوك، عنده الحق، لأنه كيتبادر للذهن ديالو الحلاج وابن عربي وابن سبعين وعدد من الذين هاجمهم ابن تيمية رحمة الله عليه. فإذا هذا ماشي دين، هذه خليط من أفكار الزندقة والغنوصية والرهبانية وغير ذلك. ولكن هذا الاصطلاح أيضا لا بد من ذكر هذا، الحق أعلى. هذا الاصطلاح أيضا قد قصد به عند بعض الكتاب وعند بعض المؤلفين غير هذه المعاني، واللي كيقرأ ابن القيم بشكل جيد سيجد هذا. ابن القيم رحمة الله عليه في نص ثمين في كتاب مدارج السالكين، عدد ديال الناس كيتمنوا لو كان كاع ابن القيم ما كتبش هذا الكتاب، اعرفوا هذا، ولكنه كتاب قال فيه كلمة الحق. علاش بنادم ما يولي خايف من الحق؟ وذلك أن الصلاح وصفاء المحبة لله جل وعلا مما نقله ابن القيم رحمه الله عن كثير من السلف وكثير ممن اشتهروا بالصلاح كالإمام الجنيد رحمه الله. وابن القيم كثير النقل عنه في المدارج وفي غيره. وقال ابن القيم، قلت كلمة ثمينة، قال هؤلاء القوم كيقصد هؤلاء الصوفية الذين كانوا على منهج السلف الصالح، هؤلاء القوم أو هذه الطائفة. ويكثر ابن القيم رحمه الله من اصطلاح القوم، معروف يعني هذا الاصطلاح أنه درج عليه أهل التصوف كثيرا، طريقة القوم وقال القوم وعند القوم. وابن القيم استعملوا المصطلح نفسه، وكذلك شيخه ابن تيمية رحمة الله عليه، وكلاهما من المجددين. ابن تيمية ما ذكر عبد القادر الكيلاني اللي كنسميه احنا في المغرب عبد القادر الجيلاني، ما ذكره إلا وعقب على ذكره بقوله قدس سره. واضح التعبير، أنه دال على نوعين من الاحترام لزهد الرجل ولعلمه ولصلاحه وتقواه وورعه. ولذلك قلت أعيد الكلام لابن القيم رحمه الله، هذه الطائفة ضل فيها فريقان من الناس، جوج الأنواع من الناس تلفوا وظلموا حينما لم ينصفوا الزهاد من هذا الصنف من الناس الذين لم يخلطوا عبادتهم بشيء من الفلسفة ولا بشيء من الحلولية ولا شيء من الاتحاد، ولكن عبروا عن الأشواق والمواجيد والمحبة لله الواحد القهار، تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام من خلال أحاديثه الوفيرة وصحابته الذين تفرغوا لله وحده لا شريك له. جوج ديال الأنواع مغبونون ضايعين. النوع الأول الذين غالوا فيهم محبة، كان واحد النوع خدوهم كما نقولوا بحشيشهم بريشهم بحقهم وبباطلهم وقدسوهم، وهؤلاء على ضلال من أمرهم، لأنه بنادم يمكن يغلط. لا ينبغي تقديس الأشخاص ولا الرجال مهما كانوا، هم سادة، كما صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال المتقون سادة. متقون سادة جمع سيد، والسيادة ديالهم بالدين وبالورع. المتقون سادة والفقهاء قادة ومجالستهم زيادة. شيء عجيب جدا. فهؤلاء الذين أحبهم
من الناس وغالوا فيهم أخذوهم بحقهم وبباطلهم وبصوابهم وبأخطائهم. وهذا تقديس، وهذا ادعاء للعصمة، وما ينبغي له ولا لهم. ولذلك الإنسان يأخذهم على أنهم قوم أحبوا الله جل وعلا وصاروا إليه، ويأخذ أعمالهم على وزان الكتاب والسنة، فما وافقه استفاد منه وما خالفه ضرب بعرض الحائط. وكذلك صنع ابن القيم بشيخ الإسلام الهروي من هارات أو هيرات الذي كتب منازل السائرين، وشرحه ابن القيم بكتاب مدارج السالكين. تبعوا لما كيلقاه مقاد وعلى كتاب الله وسنة رسول الله يذكر ذلك عنه ويفصل في مواجده وأذواقه ويقربها للناس، لأنها تربية وتزكية وتجربة تعليمية. وإذا وجده شذ أو أخطأ ذكر خطأه بلا غلو. تبعوا مع الأسف محقق من علماء مصر محمد حامد الفقي تبعه في الحاشية بكلام شديد غليظ يدل على عدم الفقه مع الأسف، رغم أنه عالم على الرأس والعين، ولكن فيما يتعلق بهذا المجال كان على غلو. ابن القيم يريد أن يتأول للشيخ إخطاءه، والآخر يريد أن يفضحه. ما هذا ليس بمنهج السلف، وإنما العلماء نتأول لهم ما دام قد ثبتت لدينا عدالتهم. نهار نتيقنوا بأن السيد خارج الطريق من البداية بيننا وبينه آنئذ النقد والنقد بالضبط. أما وإنه اشتهرت عدالته فينبغي لا أن نستر أخطاءه كلا، ولكن أن نتأول له وأن نلتمس له الأعذار ثم نبين تلك الأخطاء للناس حتى لا يقعوا فيها بدون شتم ولا سب ولا تعريض. فذلك هو منهج الرسول عليه الصلاة والسلام.